جروس طلب الاستغناء عنه، قام نطر وكلف خزينة الزمالك 10 مليون شرط جزائي، ورفض ميكالي عشان بيعتمد على الشباب، وهدد حسين لبيب بقطع معونة ممدوح عباس، وما بينزلش التمرين من شهر لحد ما كلمته مشيت على التخين، وقال مش هجدد إلا بنص عقد زيزو أيا ما يكون، وال10 مليون اللي باخدهم دول ما يجيبوش شاليه في الساحل. شيكابالا اللاعب الأكثر نفوذا في 100 عقبة. القصة بدأت أول يناير لما جروس رفع تقرير للإدارة يطلب تدعيمات للمراكز اللي محتاجها، وطلب في التقرير الاستغناء عن شيكابالا سواء بالبيع أو الاعتزال بعد ما أسقطوا نهائيا من حساباته. وجواسيس شيكا عملوا الواجب وبعتوا له نسخة من التقرير، قام العرق الأسواني ضرب في دماغه وطلع على مكتب حسين لبيب وقال له نصا يانا يا جروس في الزمالك. حسين لبيب طلع سيجارة فرط من جيبه وقال له يكون في علمك أنا ما بتهددش. شيكابالا قال له اللهم بلغت اللهم فاشهد، وطلع على مكتب أبوه الروحي ممدوح عباس ورفع مظلمته وقال له يرضيك يضحوا بالراجل بتاعك. ممدوح عباس شاط وقال له طب يوريني كده ازاي هيمشوك، أنا بدفع لك نص ال20 مليون اللي بتاخدهم. وفي الحال أصدر عباس قرار انفعالي بالانسحاب من دعم صفقة زيزو، وابنه الشارك أيمن عباس صرح بكده نصا بعد ما كانت المفاوضات واقفة على صرف الشيك في تحول مفاجئ زلزل حسين لبيب اللي استدعى شيكا لمكتبه عشان يجر ناعم وقال له جرى ايه يا شيكابالا، ما يبقاش زعلك وحش كده، انا اساسا كنت همشي جروس بعد ماتش القمة بعد ما ياخد من الاهلي طريحة زي ثلاثية بيراميدز عشان الجمهور يبلع الإقالة. استهدى بالله وكلم مستر ممدوح وقول له صفقة زيزو ملهاش دعوة. فشيكا ركب دماغه وقال له يمشي دلوقتي، وحسين قال له في شرط جزائي 200 ألف دولار يعني 10 مليون جنيه أجيبهم منين؟ شيكا وعده بتدبير المبلغ من رجال الأعمال محبي الزمالك، ورفض استبداله بميكالي مدرب المنتخب الأولمبي السابق نظرا لاعتماده على الشباب، وطلب رفع راتبه من 20 مليون لنص راتب زيزو الجديد أيا ما يكون. لو زيزو هيجدد ب70 ياخد 35 بحجة إن ال10 مليون اللي بياخدهم ما يوازوش قيمته في الفريق كقائد تاريخي للنادي زي توتي فروما، مع إضافة بند في عقده الجديد بنسب مشاركة إلزامية على أي مدرب أجنبي أو محلي. وفي المقابل وعد شيكا بالفوز على الأهلي في موقعة 22 فبراير والفوز بلقب محلي وآخر قاري بنهاية الموسم، والتجديد لموسم إضافي وأخير هيرفع حذائه بعدها ويعتزل. وانت شايف شيكا يسوى كام؟